السلام عليكم خوتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي راه الضو غادي يبرزكم شويه، ولكن راه ما لقيت لي حتى شي حل. حاولت معاه من قبيله مبغاش يتقاد. عدنا من جديد، تقريبا 8 شهور ما حطيتش شي فيديو. ان شاء الله غادي نرجعوا محتوى جديد متنوع فيه قصص، مغامرات، رياضه، بزاف د الحوايج. ما عليكم الا تساندوني بلي لايك ولي كومونتير وترجع التفاعل كيف ما كان. ان شاء الله راه ما كاين غير الجديد. القصه ديال اليوم غادي تكون فيها عبره ورساله بزاف ديال الناس اللي كيتعداو على ولاد الناس. وانا وقعت لي في واحد الخدمه، ما علينا نعاودوها في قصه اخرى. كاملين شفنا داك الفيديو ديال داك السيد اللي كيضرب صاحبو ببوطه للراس حتى قتلو. الناس كتقول الظلم صعيب، الحكاره صعيبه، خصو اقصى العقوبات، خصو هادي خصو هادي. من بعد تبين الفيديو انه ماشي في المغرب، ولكن العبره من داك الفيديو انه بعض المرات المظلوم كيولي ظالم في الاخر، حيت الدرويش كيعيا ما يصبر في الاخر كينفجر. وكتجي الدقه في داك اللي ظالمو وكتنعكس الادوار، واحد كيمشي للقبر، واحد كيمشي للحبس. انسان يضبط الاعصاب ديالو ويحاول انه يتحكم في راسو. القصه ديال اليوم وقعت في ايطاليا، عاود لي واحد الصديق في الضواحي ديال ايطاليا، يعني في واحد الفيلاج اللي فيه واحد المعمل. هذا المعمل هذا كان اكثريه الناس فيه بالاوراق، يعني اغلبيه مهاجرين من اسيا، من شمال افريقيا، يعني مغاربه، توانسه، جزائريين، زائد ناس من امريكا اللاتينيه اللي داتهم الهجره السريه لاوروبا وبغاو يدبروا على راسهم. هاد المصنع هذا كان فيه واحد المغربي اللي هو اللي عاود ديال القصه، اللي مشى من القرايه ديالو خدام تما في واحد السيرفيس، ما عنده لا تماره لا والو، ما عندوش، ما كيتلاقاش حتى بالبيرسونيل من غير الا هبط عند صحابو المغاربه. كيبغي يتعرف عليهم، يجلس معاهم، راك عارفين بنادم في الغربه كيبغي يعمر الوقت مع المغاربه من بلادو. حتى لواحد النهار كيوقع واحد المشكل بين واحد السيد مغربي من زاويه الشيخ، حراق بلا وراق، تحيه الناس ديال زاويه الشيخ، مع هاد الشاف هذا، شاف طالياني. خليكم تخيلوه، واحد غليظ كرشو سابقاه سكيري، طويل مقلدم، جمعين فيه كاع الصفات الخايبه، وحكار بكل معنى الكلمه. كيضرب الناس، كيسب، يجري على اللي بغا، يخلي اللي بغا. هاد المغربي هذا ما صبرش لهادشي كامل، ايا ما يصبر ليه هو يضرب. ضربوا، جاو البوليس، كان باغي يصيفط هاد المغربي للحبس. دخل الصديق ديالنا، طلب عليه، قال لي غندير معاه حاجه وحده انه يمشي في حالاته. فعلا بحكم انه بلا وراق كنت دخل البوليس، وصلت القضيه للمحكمه، يدوز الحبس ويسيطو في حاله ريفوري ويخرج ليه على رزقه. زراو عليه من ديك الخدمه، بقات الامور غاده بحال هكا. هاد الشاف هذا هو راجل اخت مول الشاف الكبير، او مول داك المعمل اللي عنده مشاريع في جميع انحاء ايطاليا، في جميع انحاء اوروبا، يعني مخليه مكلف ليه، ما كاينش اللي غادي يقيسو بحكم انه حاكم ليه البيرسونيل، مهبط ليه السقف ديال الاجور. الناس كتخدم السوايع ما كتخلصش بحكم انها بلا وراء. الناس بغيت تخدم مرحبا، بغيتش الله يعاوني يعاونك، ما كاينش النقابه، ما كاينش اضرابات، ما كاينش كونجيات، يعني ما كاينش هادشي كامل. الخدمه كتقاد في الوقت والزياده كاع، وهو ما عاجبوش الحال، يقدر يصرفق هذا، يضرب هذا، يسب هذا، ما عندوش اشكال. حتى لواحد النهار بحكم انه هذا السيد هذا كان من الناس اللي كيعشقوا المطار الكبار، وكان كيمشي في واحد الطريق، طريق جبليه دايره بحال الطريق ديال تيشكا، ومن عشاق السرعه. كيصبح ميت دار كسيده، الناس وصلتهم الخبار، كاين اللي احتفل، كاين اللي كيزغرت، كاين اللي كيغوت، كل واحد شنو كيدير. دازت تقريبا شي سيمانه، الامور بخير، جا شاف واحد اخر، بقات الامور غادا بخير، حتى كيجي البوليس عندهم لهذا المعمل هذا، بداو معاهم البحث، لقاو انه السيد مات بفعل فاعل، يعني ما ماتش موتة الله. شي واحد لعب ليه بالموتور، شي واحد اللي حري فينيت، والموتور تفرشكات ليه الرويده، قطعين ليه الفرانات، ضرب ضربه في الراس اللي مات في البلاصه. بدات التحقيقات، حقوا مع الصديق ديالنا اللي في داك السيرفيس اللي قلت لكم، مع الناس اللي معاه، او ما عندهم حتى شي علاقه، رجعوا الكاميرات. لقاو مشكل بحكم انه اغلبيه الناس حراقه، اللي ما عندهمش الوراق، اللي كان جرى عليه واللي مشى في حاله من غادي يجيبوه. الشكوك الاولى توجهت للصديق ديالنا اللي من زاويه الشيخ. جابوه، لقاو انه بدا خدمه اخرى، علاش داب السي بقيتي حاقد عليه، درتي ليه اعترف ما اعترف، ما لقاو والو. لقاو انه في الوقيته اللي وقع داك المشكل الصديق ديالنا كان في مدينه اخرى قدام على راسو. التحقيقات غاده، حقوا مع المعمل كامل، لدرجه انه واحد المحقق قال للمحققه اللي معاه، قال له حنا في الغيس، هذا السيد عنده عداوات بزاف، بزاف الناس مابقاوش خدامين هنا، من غادي نجيبوهم؟ كاين اللي مشى لبلاد اخرى، كاين اللي رجع لبلادو، كل واحد شنو وقع ليه. بقات التحقيقات غاده، بدا كيتنسى الموضوع، ولكن البوليس ما كينساش، ولات قضيه راي عام. لقاو مشكل كبير، داروا القالب لجوج ديال الناس كيشوفوا شكون اللي عنده علاقه او كيفهم في المطار مزيان لدرجه انه يقدر يفرتك موطور ويردو في وقت قصير. كيسولوا الناس حتى واحد ما عطاهم الحقيقه، بداو كيجربوا كل واحد بوحدو. بقاو في الشكوك جوج ديال الناس، مغربي وواحد السيد من الباراغواي، هما اللي كانوا كيفهموا في المطار،
توقف عليهم بنت زويونه، خسر لها الموطور ديالها، بغاتو انه يصلح لها داك الموطور. المغربي خرج راسو بسباق الميم، وليك اللي من باراغواي بانت ليه البنت زويونه شاده في راسها، تا وجا معاها في الهضره، فرتك الموطور عاود ردو كيف ما كان. هنا غادي يجيبوه، جلس فلان، عاودنا الحقيقه، قول لنا شنو كاين بلا ما تكذب علينا بلا والو، حنا عارفين كلشي. جاهم الصراحه، في الاول حاول ينكر ولكن راه البوليس راك عارفين الملوي جبدوه دواء بلا ما يقدر ينكر حتى شي حاجه. قال لهم فعلا انا اللي فرتك داك الموطور، ولكن هاد السيد هذا راه حقرني 3 المرات. المره الاولى سبني بدون سبب، المره الثانيه انا طالع في الدروج هو هابط، تلاقيت معاه في الدروج ضربني بالتصرفيقه ودفل عليا، صبرت. المره الثالثه سب ليا والديا وصرفقني. هنا مبقيتش قادر نتحمل، الناس كلها كتضحك عليا، كلشي كيهضر عليا انه انا ماشي راجل وما عندي نفس، ما نقدرش نخرج من الخدمه، عندي مصاريف، عندي بزاف د الحوايج خصني نخلصهم. ولكن قريتها فيه حسيفه، مبقيتش كنحاضيه، ما عادش كيحط الموطور، ما عادش كيهزو، وديك البلاصه ما فيهاش كاميرات، كيفاش نقدر نوصل لتما ويكون عندي حضور مقنع، يعني ما نكونش مقيد انه غيبت او ما كنتش في ديك الوقيته. تسنى حتى الوقيته ديال الغدا ديالو، مشى بالزربه، فرتك الموطور كامل، الرويده القداميه فرتكه ولات ما مقاداش، زائد انه خربق ليه الفران، يعني الدقه غادي تجي غتجي، الا ما مات غادي يتعوق فعلا. داك السيد كيف ما قلت لكم من عشاق السرعه، داك الايطالي هز الموطور ديالو، غادي مكسل فيه في الطريق، ما دارش الكاسك، حتى كتهرب بيه الرويدات القدام كطير، جاي فراني ما عنده ما يفراني، زلق بيه الموطور، ضرب ليه راسو مع الشجره، مات في البلاصه. هاد الباراغواياني هذا كان عنده واحد المحل ديال الماطر في الباراغواي، ولكن بان لي انه الصالير ما مقنعوش، وبانت لي اوروبا جنه وجابته الظروف حتى لايطاليا باش يرتكب هاد الجريمه هذه. كان ظروف التخفيف شافوا من الحال ديالو، حكم انه الناس كلها شهدات معاه بحسن الاخلاق ديالو، انه داك السيد كان معدي وحكار فعلا، خدا شويه ديال ظروف التخفيف ولكن خدا الحبس. هنا الشاف الكبير حضر، شاف الناس كلها كتشكى، الخدمه وقفات، قالوا لي حنا ما نقدروش نقبلوا لا شاف واحد اخر بحال هذا. بدل داك الشاف الثاني اللي جاب واحد السيد راجل كبير في العمر، عنده خبره في التعامل مع الناس، ديجا عنده خبره في الشركات، ولات الامور غادا مزيان، بدا كيقاد الناس وراقهم. يعني كانوا هاد الباراغواياني هذا قدر انه يحقق للناس اخرين انهم يرتاحوا ويخدموا في الراحه ديالهم. العبره من هادشي كامل انه الانسان ما يطغاش ويتقى الله في ولاد الناس، راه كل دير بنادم بحال ولادك. والعبره الثانيه انه الانسان خصو يتحكم في الاعصاب ديالو، واحد البلاصه ما مرتاحش فيها وقع ليا فيها مشاكل يخرج في حالي، الرزق راه كاين في اي بلاصه، ما كاينش في الضروره في ديك البلاصه. انا وقعت لي نيت حتى نعاودوا عليها في القصه من بعد، واختاريت انه نخرج بحالاتي بصحتي العقليه مزيانه، انه وريقاتي يبقاو نقيين بلا ما نطيح في شي مشاكل. كنتمنى انه القصه تكون عجباتكم، وقولوا لي خديتوا عبره منا ولا لا. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله، قصص جداد، ما نبقاش نتعطل عليكم. خلي معاك شي لايك وشي كومونتير وبارطاجي الفيديو مع صحابك، وتهلاو ليا في راسكم.